من اكتر المشاكل برضو اللي ممكن تواجه الستات خاصة ان بيبدأ يحصل نتيجة الصيام لفترات طويلة وباشكال غير مناسبة، بيبدأ يحصل لخبطة في بعض الهرمونات. يعني الصيام او قلة الاكل في الرجالة ممكن تبدأ تكسر عضلات، ممكن تأثر على الهرمونات شوية، لكن في الستات بتأثر على الهرمونات بشكل كبير، فممكن يحصل مشكلة وممكن يبدأ يحصل اضطراب في الدورة الشهرية، خاصة لو احنا ما بناكلش بشكل مناسب وبنقلل اكل قوي مع الصيام. ده بيبدأ يحصل اضطراب في الدورة الشهرية، ويبدأ يحصل اضطراب في عملية التخصيب، ويبدأ يحصل مشاكل الخلفة يعني الفرتيليتي. فبالتالي مش حاجة مفضلة قوي لفترات طويلة مع الستات او البنات، خاصة لو هي داخلة على جواز او بتتجوز او كده، عشان ده هيأثر على الخلفة عندها، زائد ان هي بتقلل اكل بشكل كبير. وحالات كتير كان في حالة كانت ماشية على صيام متقطع، قعدت 4 شهور انقطع عنها البيريود خالص لمدة 4 شهور. وطبعا دي حاجة خطيرة جدا، يعني لخبطة الهرمونات قد تؤدي الى خلاص الخلفة تقف، فطبعا دي حاجة مش كويسة. فلازم نبقى مركزين مع بعض ان احنا ناكل الاكل بشكل صحي، وناكل الاكل بشكل متوازن، ما نقللش اكل بشكل كبير، ناكل الكميات المكتوبة لينا.